اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي تحفه تحفه، والنهارده هنعمل التصميم دوت بمناسبه الاجواء الشتويه، والتصاميم اللي عن الشتاء بتكون ترندي جدا الفتره دي بتتباع كويس. فالتصميم دوت انا لقيته وانا بدور على ميرشن فورمر على التصاميم اللي بتتباع على اتسي، وده من التيشيرتات اللي بيتم بيعها بالفعل على اتسي. احنا هناخد الافكار منه ونعمل تصميم شبهها، وكمان النهارده هنعمل التصميم دوت ببرنامج مجاني وعن طريق الموبايل. ولو مش عارفين ايه هو ميرش انفورمر، فميرش انفورمر هو اداة احترافية للطباعة بالطلب. تقدروا منها تعرفوا التصميمات الترندي وتجيبوا افكار لتصاميم جديدة، وتعرفوا ايه هي النيشز اللي عليها منافسة قوية، وايه النيشز اللي بتبيع كويس، وهكذا عن طريق الاداة ديت. وفي كود خصم 20% هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة لو حابين تستخدموه لما تيجوا تشتركوا في ميرش انفورمر. دلوقتي بقى يلا بينا نبدأ في فيديو النهاردة. البرنامج اللي هستخدمه في فيديو النهاردة هو برنامج كانفا. البرنامج متوفر للاندرويد والاي او اس، تقدروا تحملوه بشكل مجاني تماما. والنسخة اللي انا بستخدمها من كانفا النهاردة هي النسخة المجانية مش النسخة البرو. فيلا بينا نبتدي. اول حاجة البروجكت بتاعي اللي انا فتحته دوت، انا اخترت الابعاد بتاعته تكون 4000 بكسل في 4000 بكسل عشان تكون جودتها كويسة لما احب ان انا ارفعها على تيشيرت او توت باج او اي موقع من مواقع الطباعة بالطلب. واول حاجة هعملها ان انا هختار الزائد ديت كده من هنا، ومن elements هختار كلمة ribbon، ومن graphics فوق هقوله see all، وهختار الريبون اللي عندي دي هو حطها لي باللون الاسود. ولو هي مثلا ما كانش لونها اسود وانا عايزه اغير اللون دوت من color من تحت، هختار بقى اللون اللي انا عايزاه. وفي توتوريال او درس فيديو شرح هنا على القناه لكل حاجه عن كانفا. احط الريبون بتاعتي كده في المنتصف هنا، وبعد كده هضغط الزائد، ومن تكست تحت هقول له اد تكست بوكس، وهكتب هنا الجمله الاولانيه كلها بحروف كابيتال وهي ويك مي اب، وهقول له اوكي. هضغط بره وبعدين اعلم على الكلمه بتاعتي تاني، ومن فونت هشوف ايه الخط اللي انا عايزاه. طبعا في خطوط كتيره جدا مجانيه، ده الخط اللي انا اخترته. كل الخطوط اللي انا هستخدمها النهارده هتلاقوها موجوده تحت في صندوق الوصف. من الفونت سايز هكبر الخط بتاعي شويه، او ممكن من هنا كده على طول هصغر دي وهكبر هنا كده لحد ما اوصل للحجم اللي انا عايزاه. اضغط الاكس الصغيره اللي تحت دي، ومن كلر هدي الخط بتاعي لون ابيض وهرفعه فوق هنا كده بالشكل ده. هضغط مرة كمان على تكست واختار اد تكست بوكس، وهكتب وين كلها بحروف كابيتال. هضغط بره وبعدين اضغط على وين مرة تانية، وهاجي من هنا كده اختار الفونت اللي انا عايزاه، وده الخط اللي انا اخترته. وكل الخطوط زي ما قلنا اساميها تكون موجودة عندكم. وهكرر كلمة وين ديت، وهكتب بدلها بقى is، الاي سمول والاس كابيتال، وهكرر اس دي نفسها، وهكتب بدلها كلمة اوفر كلها كابيتال. وبعد كده هكرر كلمة وين ديت عشان اكتب وينتر. ممكن اعمل تكست من اول وجديد براحتكم خالص، الدبليو بس هي اللي كابيتال وبقية الكلمة سمول. اضغط بره وبعدين ارجع اعلم عليها تاني وهختار لها خط مناسب. بعد كده هرجع بقى الكلمات بتاعتي وارتبها مكانها. يعني هنا كده كلمة وين هخليها في المنتصف وهصغرها شوية. لو عايزة اتأكد ان هي يعني في المنتصف بالظبط من بوزيشن كده من تحت، هختار align واقوله ان انا عايزاها في السنتر. احط كلمة winter تحتيها واكبرها شوية بحيث تكون على قد الريبن، بس خلونا يعني نرفعها فوق شوية كده عشان ناخد over تحت وايز تحت. اعلم على winter تاني واحطها هنا كده شوية واصغرها بحيث تبقى متناسقة مع الريبن او العلامة بتاعت الشريطة اللي فوق، واحطها في السنتر. كلمة when حاسة اني عايزة ارفعها سنة صغيرة بالشكل ده واصغرها شوية بسيط. وبعد كده is هكبرها شوية كده واحطها هنا. كلمة over هي كمان برضو هنزلها كده تحت شوية. ومن علامة الزائد ديت هختار elements، واختار بقى ان انا عايزة ارسم سيركل. ممكن اكتب سيركل عادي، بس هلاقي هنا فوق في الريكومنديشنز دي في سيركل، اخترت منها سيركل. او الدايرة هعلم على الدايرة واختارها، واختار ان الدايرة بتاعتي يكون لونها اسود. هو هنا عاملي عشان لو عايزة اكتب في الدايرة انا مش عايزة اكتب فيها، هختار اللون بتاع الدائرة يكون اسود بالشكل ده. وكلمة is هغير لونها واخليه باللون الابيض. هنزل الدايرة بتاعتي واظبط حجمها بالشكل ده. ومن هنا كده من layers هنزل الدايرة بتاعتي تكون تحت ال is، علم على is بقى نفسها واصغرها واحطها هنا بالشكل ده.
بعد كده هعمل اشكال دائرية، ودي اسهل طريقة اعمل بيها الاشكال او الاقواس اللي انا محتاجة اعملها دي. اضغط بره بالشكل ده واضغط بلس، وبعد كده هاجي من هنا واختار درو. لما اختار درو هيطلع لي كل الفرش او الالوان ديت. هختار القلم الاسود دوت، ومن هنا بغير اللون بتاعه زي ما انا عايزة، ومن هنا بزود السمك بتاعه زي ما احب. هاجي هنا كده جنب كلمة وين، وهرسم خط كيرف كده ومبروم بالشكل ده. وبعد كده اختار علامة الماوس كده، هو مظبوط. ممكن بقى الف وممكن اغيره، بس انا عاجبني حجمه كده. ومن درو هرسم واحد تاني بالشكل ده. هضغط بره. ممكن اخلي التصميم بتاعي كده زي ما هو، وممكن بقى اغير في الشكل بتاع الريبن ديت. يعني مثلا لو مسحت الريبن وكتبت هنا كده من تاني في elements ribbon banner، وهختار واحدة دائرية شوية، وهظبط الحجم بتاعها. من position هتأكد ان هي موجودة في السنتر. بعد كده هختار كلمة wake me up، وهاجي كده من تحت امشي شوية واختار ال effects. من تحت هختار shape وهختار curve. هضغط مرة كمان على curve ديت، وهقلل شوية الكيرفيتشر بتاع الكتابة بالشكل ده، وهرفع wake me up دي كده فوق. ممكن اكبرها شوية بحيث تبقى مناسبة للكيرف بتاعي. هتأكد ان هي موجودة برضو من position و align في السنتر، هي كده موجودة في السنتر. هحفظ التصميم بتاعي عن طريق العلامة اللي فوق ديت كده، واختار داونلود، ومن هنا هختار اوكي ان هو يكون PNG، وهقول له داونلود. طبعا عشان احمله بترانسبيرنت باك جراوند لازم اكون مشتركه في الخطه المدفوعه عشان احمله بخلفيه شفافه. فاللي انا هعمله ان في برامج كتيره جدا وويب سايتس ومواقع وتولز كتيره جدا هقدر ان انا اشيل بيها الخلفيه بتاعه اي صوره عندي. انا هستخدم واحده من دول، هسيب لكم برضو الاسامي بتاعتهم في البوست اللي على المدونه، تقدروا تستخدموهم بكل سهولة، وهتلاقوا كل التفاصيل مذكورة هناك. وده كده كان التصميم بتاع النهاردة، عملناه عن طريق الموبايل. لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة وعايزين فيديوهات اكتر لتصاميم بنستخدم فيها الموبايل، اكتبولي في التعليقات عشان نزود من الفيديوهات ديت. ومتنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد. كمان تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.